ازيكم؟ النهارده هنتكلم على ازاي احافظ على جهازي الهضمي واخليه سليم. طبعا طالما هنتكلم عن الجهاز الهضمي يبقى اكيد هنتكلم عن الموضوعات المتعلقه بصحه الجهاز الهضمي. والنهارده هنتكلم على موضوع التغذيه. زي ما احنا عارفين التغذيه هو عنصر مهم جدا في صحه جهازنا الهضمي، وزي ما في اكلات مهمه لجهازنا الهضمي في اكلات ضاره وبتاثر عليه بالسلب. تعالوا نعرف الاكلات اللي بتضر جهازنا الهضمي زي البرجر، البيتزا، الجانك فود، الفاست فود، الاكلات السريعه، المخبوزات زي العيش والدونتس والمافن، والزيوت النباتيه، لان الزيوت النباتيه دي من اخطر الحاجات زي زيت الذره وزيت عباد الشمس وزيت الصويا. غير انها مهدرجه، انها لما بتسخن بيحصل لها نوع من انواع التزنخ، وده خطر جدا على صحتنا. اللحوم المصنعه زي اللانشون والسوسيس والبرجر واي حاجه بتشتريها في علبه كرتون محطوطه في السوبر ماركت في الثلاجه. الايس كريم والجبن المصنعه اللي هي مكتوب عليها نباتيه. سادس حاجه مشروبات الكحوليات والعصائر المعلبه والصودا، سواء دايت او مش دايت. اي حاجه محفوظه في علبه دي فيها شك، لان معظمها لا اما فيه سكر او مواد حافظه عشان تحفظهم لمده اطول على الرف، والاتنين من الحاجات المضرين جدا. تابعونا وان شاء الله نقدر نساعدكم انكم تعيشوا حياه افضل.